بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا جماعه؟ عاملين ايه؟ بص، بما ان فيديو الحنه انا لقيت ان هو عجبكم، يعني افاد ناس كتير. وعايزه اقول لكم ان لون الحنه للناس اللي اتفرجت على الفيديو طلع حلو جدا، ما طلعش مقرنش ولا حاجه، وطلعت اللون جميل ومغطي الشعر الابيض حلو جدا يا جماعه، احسن من الصبغه. ده بالنسبه لفيديو الحنه اللي عدى. انا عايزه اقول لكم للناس اللي شعرها بيقع، اللي شعرها فيه فراغات، اللي شعرها خفيف جدا وعايزه تقله، طبعا هتقله يبقى هيطول. قبل ما نبتدي يا ريت تشرفوني بالاشتراك في القناه واللايك والشير، ولو الفيديو عجبكم. انا طبعا هقول لكم على وصفه انا مجرباها بقالها اكتر من 30 35 سنه، وما شاء الله ما شاء الله بتخلي الشعر كثيف جدا، بتملى الفراغات، يعني تخلي قورتك ضيقه جدا كمان. لا، وصفه بجد من الاخر. يعني قبل كده كانت واحدة بتسأل سمية الخشاب، بتقول لها سر طول شعرك وتقله، قالت لها دي وصفة بعملها بالنخاع. طبعا بقى ايه، قبل ما نبتدي يلا شرفوني بالاشتراك بقى، وانا هقول لكم. انا طبعا ما عنديش نخاع دلوقتي فمش هعمل، بس انا هوصف لك. انت هتروحي للجزار، هتقولي له انا عايزه ماسوره طلع لي النخاع بتاعها. تمام، هو الجزار بيبقى عارف ان الناس كتير قوي بتاخد الموضوع ده للشعر. هتحطيها في حله زي كده، وتحطيها على النار، على نار هاديه جدا. دلوقتي طبعا في ميكروويف، فممكن تحطيها في حاجه بلاستيك او حاجه بتخش الميكروويف وتحطيها جوه الميكروويف، هتسيح. او تحطيها في الفرن، يعني سمية الخشاب كانت بتقول لك انا بحطها في فرن البوتاجاز، انا كنت بحطها على النار، اغطي النار واحطها عليها. تمام، هيسيح، هيبقى سمنه خالص. طبعا لازم يتلحق قبل ما يجمد، تحطيه على شعرك قبل ما يجمد. يا جماعه والله العظيم عندي وصفات كتير انا مجرباها، بسم الله ما شاء الله بتخلي شعرك باروكه. تمام، انا بقى بكلمك على الوصفات اللي انا مجرباها، انا ما بجيبش وصفات انا ما جربتهاش. كل الحاجه اللي انا بقولك عليها انا مجرباها عن تجربه رهيبه. فهتعملي ايه بقى؟ خلاص هو ساح، هتبتدي تشيلي من عليه اللي هو نشف. ازاي بقى؟ بتصفيه كده، يعني هنصفي ده كده، طبعا هيبقى في حاجه تحت هنا، هنصفي كده اللي احنا سيحناه، هيطلع اللي هو اللي بيقولوا عليه القشيم او الدهون الناشفه هنا. وانت هتبقى ايه عندك؟ اللي هو اللي هيبقى زيت. طبعا لازم يتلحق وهو دافي قبل ما يجمد. نص ليمونه. النص ليمونه دي، انا الوصفه دي بقول لكم اكتر من 35 سنه، 30 سنه اكتر كمان كنت بعملها، كنت واخداها من الراديو. تمام، هتعصري نص ليمونه. النص ليمونه علشان ما تخليش شعرك السمنه تكتل فيه. سيبك بقى من اللي تقولك ريحته وحشه، سيبك اللي تقولك انا هحط ريحه لحمه. اولا دلوقتي اللحمه ما بقاهاش فيها ريحه اللحمه، يعني عايزه اقول لكم ان اللحمه نفسها ما بقاش فيها ريحه اللحمه. ما تقلقيش، لا هيعمل في شعرك ريحه لحمه ولا ريحه دهون ولا ريحه اي حاجه، يكفي الفايده اللي انت هتاخديها قسما بالله. لو انت شعرك خفيف جدا وفي فراغات كتير، اعملي الوصفه دي كل اسبوع. لو انت شعرك متوسط وعايزه تقلي، اعمليها كل شهر واظبي عليها. دلوقتي الكوافيرات نفسهم لو انت مش عايزه تعمليها في البيت بيعملوها، بس هما بيضيفوا عليها بقى ايه؟ زيوت. يعني تقول لي تحطي زيت جرجير، زيت مش عارفه ايه، هما بيضيفوا زيوت، انا ما بحبش كده بصراحه. انا بحب اخد الماسوره بالنخاع اللي فيها، احطه على شعري زي ما هو. يعني انا ساعات كنت ادخل ساونا الاقي ناس حاطينه على شعرهم وداخلين بيه الساونا. خلاص انت هتحطيها على شعرك وهو دافي قبل ما يجمد، وتحطيه على الجذور وتدعكي كده، يعني تعملي في الجذور كده. تمام، اهو كده هنحط على الجذور ونعمل كده. تمام، هتغرقي شعرك كله بيه وتلبسي بونيه او كيس يا ستي من بتوع السوبر ماركت، مش لازم بونيه. وتسيبيه في شعرك بقى 3 ساعات 4 زي ما وقتك يجيب لك. خشي خلصي شطبي مطبخك واعملي اكلك وبعدين فكري تغسليه. هتيجي تعملي ايه بقى؟ زمان كانوا يقولوا لنا حطوا فوطه سخنه في ميه سخنه وحطيها على شعرك علشان تدوبه قبل ما تغسليه. دلوقتي خلاص انت ممكن تحطي الفوطه في الميكرويف، ممكن تسخني عليه بالسشوار. في طرق كتير جدا ان انت تسخني عليه، اما بالسشوار اما بتحطي الفوطه في الميكرويف. كده يعني، فسهل ان انت. القصد ان احنا بنبقى بننشط الدوره الدمويه علشان الشعر ياخد، يعني انت مثلا تسيبيه في شعرك 3 ساعات،
كل ساعة سخني عليه باستشوار. انت لما بتسخني الفروة الشعر بيعرف يمتص ده كويس. نتيجة رهيبة وعن تجربة، ومش هقولك على حاجة وغشك إلا إذا كانت متجربة. معلش لكيت عليكم كتير. بعد 3 ساعات تغسليه ازاي؟ هتوطي راسك تحت الدش بمية سخنة طبعا، مية لازم تكون سخنة شوية. تنزلي من عليه النخاع ده كله، وانت ترجعي تقفي عادي وتاخدي الشاور بتاعك عادي، وتحطي البلسم. هتلاقي طراوة، هتلاقي لمعان. ولو حابين وصفات تانية كتير عن تجربة، مش هقول وصفات انا ما جربتهاش، عن تجربة قولولي. لحد شعره ناشف، حد شعره مش بيطول، حد شعره فيه فراغات. سيبكم من البنات اللي بتستسهل دلوقتي البروتين والكلام ده كله، كل ده بيبوظ الشعر يا جماعة. مرة واحدة بس تخلف وترضع تبص تلاقي شعرها راح في داهية. اسمعوا كلامي. انا ماما كبيرة وعدى عليا الحاجات دي كتير. ويلا يا جماعة بقى الاشتراك واللايك، وشكرا يا حبايبي، وباي باي.